اكيد تعبتوا انكم ما بتعملوش اي حاجه مفيده في حياتكم غير بس ان انتوا عمالين تسكرولنج على التليفون بالساعات وحياتكم كلها ممله ومفيش اي حاجه جديده. يبقى الفيديو ده ليكوا. تعالى اقول لكم على 12 هوايه ممكن تعملوهم في 2026 هتخلي حياتكم احسن بكتير. هاي سوليز، ويلكم باك ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده هنتكلم على 12 هوايه ممكن نعملهم في 2026 بدل ما بس قاعدين على التليفون ومش بنعمل اي حاجه. اقول لكم على اكتر حاجات بجد انا بحب اعملها قوي وبجد بتبسطني وبتغير لي اصلا نفسيتي خالص. فانا مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده هي الريدنج. بجد القرايه من الحاجات الحلوه قوي اللي ممكن تعملوها في وقت فراغكم، بس بشرط ان انتوا تقروا حاجات انتوا بتحبوها وتكون ميولكم، حتى كده تحسوا ان الكتاب بجد بيكلمكم وبيعالج لكم المشكله اللي انتوا عايزين تحلوها. ممكن كمان تقروا اي كتب تانية زي الروايات، او مثلا تقروا كتب بلغات تانية عشان تتعلموا اللغه اللي انتوا عايزين تتعلموها. تاني حاجه نتكلم عليها النهارده هي الكالرينج. الكتب بقى دي طالعه الفتره دي فايرل، وبجد يا جماعه تحفه. انتوا ممكن تشتروها من اي حته، مثلا من مكتبه او من امازون او من شي ان، او ممكن تدخلوا عادي على بنترست وتبداوا ان انتوا تختاروا الصوره اللي انتوا عايزينها وتطبعوها مثلا عند اي مطبعه. الموضوع لذيذ قوي وبجد بيطلع كل الطاقه اللي فيكم. حتى صاحبتي جات لي البيت وقعدنا نلون مع بعض وبجد اتبسطت جدا جدا. تالت حاجه نتكلم فيها النهارده وهي الكروشيه، والموضوع برضه ده كان طالع فايرل من فتره، ان انتوا تعملوا حاجه بايديكم. بجد الموضوع بيكون مسلي قوي. ممكن مثلا تعملوا سكارف، ممكن تعملوا حاجات كتيره قوي. يعني انا مثلا جربت ان انا اعمل شنطه قبل كده وبجد كانت تحفه. برضو هتدخلوا على اليوتيوب وتبداوا ان انتوا تتعلموا، هتلاقوا في ناس كتيره قوي بتعلم خطوه بخطوه عشان تعملوها صح. وحقيقي الموضوع مسلي قوي وهتتبسطوا قوي بعد ما تخلصوا الشكل اللي انتوا بتعملوه. رابع حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي الورك شوبس، ودي بالنسبه لي موضوع لذيذ جدا. هي بتبقى عبارة عن ورشة، ناس معينة كده بتعمل مثلا ورشة كل فترة في أماكن مختلفة، بترسموا هناك مثلا على مرايات أو مج مثلا، أو ترسموا على حاجات كتيرة قوي. بس أحلى حاجة في الموضوع ان انتوا بتتعرفوا على ناس جديدة وبتعملوا حاجة انتوا بتحبوها. يعني انا مثلا رسمت على الفخار ده، بجد كنت مبسوطة قوي يومها. انا رحت لوحدي لونت عليها وكنت مبسوطة، وبالنسبة لي حاجة جديدة وتعرفت كمان على ناس جديدة. ورحت كمان برضو مع صاحبتي رسمنا على المرايات، برضو اتبسطت جدا. يعني ده شكلها بجد كانت تحفة. وخامس حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي الفيجن بورد، ودي بجد من الحاجات اللذيذة اللي ممكن تعملوها. اول حاجه انتوا بتجيبوا اي كراسه وبتبداوا ان انتوا تكتبوا كل الاهداف بتاعتكم فيها. بعد كده بتدخلوا على بنترست وبتبداوا ان انتوا تجيبوا هدف بس على شكل صور. بعد ما تجيبوا الصور بتاعتكم كلها بتبداوا ان انتوا تطبعوها، تحطوهم بقى على اي بورد كده عندكم، او تشتروا بورد مثلا كبيره او على حسب الاهداف اللي انتوا عايزينها، وتبداوا ان انتوا تعلقوا كل الصور دي عليها. الموضوع لذيذ من فكره ان انتوا بتصحوا كل يوم كده تشوفوا اهدافكم قدام عينيكم، فبجد بتحفزكم ان انتوا تحققوها بجد. وسادس حاجة معانا النهاردة وهي ان احنا نعمل سولو ديت، والموضوع ده بجد بقالي فترة بحب اعمله قوي. هو فكرة ان انتوا مش لازم تستنوا حد ينزل معاكم بس، يعني انتوا ممكن تنزلوا مع نفسكم، مثلا تروحوا السينما، تقعدوا في اي حتة تشربوا مثلا قهوة، تقعدوا في مكتبة، تقعدوا في اي مكان، بس المهم ان انتوا تنزلوا مع نفسكم وتغيروا جو. انا عن نفسي كنت من الناس اللي لازم استنى اي حد ينزل معايا، بس حاليا بقيت احاول ان انا انزل مع نفسي. الموضوع لذيذ بفكرة ان انتوا بتزودوا الكونفيدنس بتاعتكم. لو انتوا مثلا عندكم ان انتوا بتخافوا تتكلموا مع الناس، لا الموضوع لذيذ ان انتوا تبداوا ان انتوا تتعاملوا لوحدكم، تبسطوا حتى لوحدكم وتتعودوا على الموضوع ده. الموضوع بجد كيوت ولذيذ قوي، وهتحبوه جدا لو دخلتوه في حياتكم.
وسابع حاجة معانا هي البوك مارك. بجد سهلة مش هتاخد منكم وقت خالص وبجد هتعجبكم جدا. اول حاجة تدخلوا على بنترست وتكتبوا باترفلاي بوك مارك. انتوا ممكن تطبعوها او تحطوا ورقة شفافة زي ما انا عملت وبدأت ان انا ارسمها. بعد ما رسمتها بدأت احددها بلون اسود وبعد كده لونتها وقطعتها وتنيتها بالشكل ده. عملت كمان واحدة تانية بس لونتها لون مختلف وده كان شكلها في الاخر. عامة لذيذة قوي وشكلها تحفة، عايزاكم تجربوها. رقم 8 ان احنا نسمع بودكاست. الموضوع لذيذ في فكرة ان انتوا تبطلوا تسمعوا اغاني شوية وتسمعوا حاجة تفيدكم. يعني انا بقالي فترة بقيت اسمعهم. الموضوع حلو في فكرة ان انتوا بتسمعوا يا جماعة حاجة انتوا بتحبوها لميولكم اكتر. اول حاجة بتتثقفوا، تاني حاجة بتتعلموا حاجات جديدة. يعني انا قبل ما اتحجب كنت بسمع شوية بودكاست كده عن الحجاب، كنت عايزة افهم الحجاب يعني ايه، ليه البسه اصلا وانا شكلي حلو من غيره. فكنت عايزة افهم مثلا عايزين تتعلموا ازاي تكون شخصية اجتماعية، ازاي تكونوا متكلمين، ازاي تكونوا مثقفين. في حاجات كتيرة قوي ممكن تسمعوها وتسمعوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها وتكون ميولكم. وبجد يا جماعة يعجبكم الموضوع جدا جدا. تاسع حاجة بقى معانا وان احنا نتمرن. ممكن تتمرنوا حاجات كتيرة قوي، ممكن تروحوا مثلا جيم، مثلا تلعبوا يوجا، في حاجات كتيرة قوي ممكن تعملوها. بس اهم حاجة ان انتوا تحركوا جسمكم وتعملوا حاجة مختلفة بدل ما انتوا بس قاعدين على التليفون على الكنبة. فبجد في حاجات كتير قوي ممكن تعملوها. يعني انا بجد لما كنت بروح اليوجا بحس ان انا مرتاحة وكل حاجة خانقاني بجد كانت بتطلع. الموضوع كان لذيذ جدا. فانتوا برضو شوفوا ايه الحاجة اللي انتوا بتحبوها وبجد يا جماعة حاولوا تتمرنوا اكتر وتحركوا جسمكم اكتر واكتر. ورقم 10 وان احنا نغير شكل الأوضة بتاعتنا. ودي من اكتر الحاجات اللي بجد كنت بحب اعملها كل فترة. لو انتوا متابعيني من زمان انا طول عمري بحب اغير شكل السرير، بحب اغير شكل المكتب. انتوا ادخلوا على بنترست خدوا بس شويه افكار كده عن شكل الاوضه اللي انتوا بتحبوه. بعد كده بقى ابداوا ان انتوا تطبعوا شويه صور تعلقوها، تحطوا مثلا شجر. انا هبدا برضه هنزل لكم كذا فيديو ازاي نعمل ديكور للاوضه بتاعتنا. الموضوع لذيذ قوي وبجد تكونوا مبسوطين كده والاوضه شكلها لذيذ مع شويه انوار وشجر وكده. الموضوع بجد تحفه جدا جدا. رقم 11 بقى ان احنا نزرع زرع. ان انتوا تزرعوا حاجه وبعد ما تطلع كده بجد بتكونوا فرحانين قوي. ده قبل كده جربت ازرع نعناع، الموضوع كان تحفه. زرعت ريحان برضو، زرعت ليمون. الموضوع حلو. يعني النعناع لما كان بيطلع كنت مثلا باخد وبعمل بيه الشاي. بجد الموضوع كان تحفه وكيوت كده وبجد كنت بتبسط قوي ان انا بستخدم حاجه انا زرعتها. ورقم 12 واخر حاجه معانا النهارده وهي الرسم. ودي من اكتر الحاجات اللي انا بجد بحب اعملها. الحاجه الوحيده اللي بجد بتطلع كل الطاقه اللي فيا. كل واحد بيحب انواع رسم مختلفه، بس حتى لو انتوا مش بتحبوا الرسم يا جماعه جربوا بجد تحفه. في حاجات كتيره قوي ممكن تجربوها. بس فكره ان انتوا ترسموا وبعد ما تخلصوا بجد الموضوع بيكون تحفه. كمان على يوتيوب ممكن تلاقوا اصلا ناس بتعلم من الصفر. جربوا تعلموا وجربوا ارسموا. الموضوع لذيذ وبجد هتحبوه قوي قوي. وبس كده ده كان فيديو النهارده. بجد يا جماعه عايزاكم تجربوا اي حاجه من اللي انا قلت لكم عليهم النهارده. الموضوع لذيذ. غيروا جو عن فكره التليفون. بجد يا جماعه في حاجات كتيره قوي ممكن تعملوها وبجد هتتبسطوا كل ما تعملوا حاجه انتوا بتحبوها. هشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.